بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه فضلا وليس امرا عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب ان شاء الله. ايقاف قيد نادي الزمالك 3 فترات في 3 قضايا مختلفه. انت بتتكلم في 3 فترات، يعني 3 فترات ايقاف قيد. فمش فاهم لحد امتى اداره نادي الزمالك هتفضل بالطريقه دي، وهتفضل تتعامل بالاسلوب ده، وهتفضل لحد امتى نسمع ان الزمالك دايما ايقاف قيد ايقاف قيد ايقاف قيد. مش فاهم يا جماعه، انا مش فاهم انتوا ايه الحلو اللي بتعملوه عشان انتوا كده، عشان وانتوا مستمرين في مجلس الاداره. ايه اللي بيقدموه مجلس اداره الزمالك عشان يفضلوا مستمرين لحد دلوقتي ويكملوا كمان؟ الارض اتسحبت منك مش عارف ترجعها. اي لعيب اجنبي، وكأن الزمالك يا جماعه مش بتجيب يعني اللعيبه الاجنبيه دي او المحترفين دول عشان يضيفوا لنادي الزمالك الفارق. انت بتجيب اللعيبه دي عشان ترفع عليك قواضي وعشان تاخد الطاق 2. بصراحه دي انا اول مره اشوفها في العالم، اول مره اشوف مجلس اداره في العالم بيتعامل بالاسلوب ده. اللي اعرفه ان اي نادي بيجيب يعني محترفين عشان يضيفوا الفارق، عشان يساعدوه ان هو يفوز بالبطولات، عشان هو يقدر ينافس، عشان كتير. ولكن نادي الزمالك يا جماعة او ادارة الزمالك بتتعامل مع المحترفين وكأنهم ايه، اللي هو انت تعالى العب ويبقى ليك بقى، اللي هو ايه، واللي ليك ده بقى يا ريتك انت هتاخد اللي ليك، بس ده انت بتاخده الطاق 10. انت بتاخده الطاق 10 بمعنى الكلمة. فمش فاهم هما يعني ازاي بيتعاملوا بالطريقة دي وبالاسلوب ده، ولحد امتى هيفضل نادي الزمالك كده في ايقافات قيد وفي قضايا؟ مش فاهم بصراحة، مش فاهم نادي الزمالك هيفضل في الكبوة دي لحد امتى. الله اعلى واعلم. وما اعتقدش ان يعني مع رحيل المجلس الاداره الحالي يعني الدنيا بقى هتبقى وردي وكل الكلام ده هيتحل. لا، ما اعتقدش. ما اعتقدش نادي الزمالك عايز، يعني مش فاهم والله، يعني اكاد اجزم والله ان نادي الزمالك في الوقت الحالي عايز معجزه عشان اقل حاجه يخلص من الديون اللي عليه ويرجع ارض اكتوبر. انت بتتكلم في مشاكل كتير، بتتكلم في ديون عليك، يعني ديون متلتله بمعنى الكلمه يا جماعه. ايه ده؟ كل شويه فتره ايقاف قيد، وكل شويه مش عارف ايه، ولاعيبه كتير قوي، يعني ما مش فاهم والله. انا من كتر الاخبار اللي انا بتجيلي عن نادي الزمالك، انا في حاجات بنسى اتكلم عليها، وفي حاجات ما بقدرش اتكلم عليها من كتر المشاكل. مشاكل كتير جدا يا جماعه. الله المستعان والله. انا زعلان والله على نادي الزمالك. السلام عليكم.